يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. اليوم غدانا سندويشات شاورما الدجاج، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة وبتكنيك جديد. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي هون 6 صدور من الدجاج، أنا سلقتهم سلق عادي. هون نقع الدجاج بعد سلقه مش قبل، وبس بعد ما سلقته بدي أقطعه شرائح رفيعة، وبدنا نعمل هلأ خليط نقع الدجاج. تعالوا نشوف مع بعض. معي هون 3/4 كوباية لبن رب أو زبادي، وثلث كوباية طحينة، و3 معالق كبار من الكاتشب، و3 معالق كبار من عصير الليمون، ومعي هون 3/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعي 8 حبات من الثوم بهرسهم وبضيف عليهم 3/4 كوب من الزيت النباتي، ومعلقتين كبار ونص من الملح، وبضيف بهارات شاورما الدجاج. إذا عندكم البهارات شاورما الدجاج حطوا 3 معالق صغار، أنا ما كان عندي فحطيت البهارات الكزبرة الناشفة والبابريكا والثوم البودرة والكمون، وبخلطهم كتير منيح حتى نحصل على خليط متجانس وناعم. أنا هون ضفت الدجاج المسلوق بعد ما قطعته شرائح رفيعة مثل ما انتم شايفين بالفيديو، وبصير أقلب الدجاج من تحت لفوق بدون ما أني أعجنه، بس مجرد تقليب حتى الدجاج كله يتشرب بخليط النقع. وبعد هيك بغطيه وبحطه بالثلاجة من ساعة لساعتين. بهاي الأثناء أنا بدي أحضر البطاطا المقلية. قطعت البطاطا، حطيت عليها شوية زيت نباتي وملح وفلفل أسود، أحطها بالإير فراير. وبدي أعمل معكم التومية الكذابة. معي 4 معالق كبيرة من المايونيز، ضفت عليهم عصير ليمونة كاملة، و4 حبات من التوم هرستهم، والملح، وإضافة زيت زيتون، وبخلطهم كتير منيح. لكن أنا بعد ما خلطهم حسيت الخليط شوي مرق، ضفت عليه معلقتين كبار من المايونيز وصار تمام. غطيته وحطيته بالثلاجة لحتى نعمل السندويشات. بعد مرور تقريبا ساعة ونص بمقلاية على نار عالية حطيت شوية زيت نباتي، وبحط من الدجاج اللي احنا نقعينه من أول، طبعا على سعة المقلاية. ولما يتحمر الدجاج بقلبه وبعمل كل الكمية. هون بحضر المخلل الشرائح، وهي البطاطا اللي قليناها، وهي الدجاج بعد ما أنا كله عملته وقليته، وهي التومية. معي هون رغيف اللي هو الخبز اللبناني. بفتح الرغيف وركزوا على طريقة اللف. أنا هون ابني الكبير ساعدني صراحة. بتحطوا نص على نص زي ما هو بالفيديو، وأول شي طبعا بتدهنوا التومية، وبعدين بتحطوا كمية منيحة من الدجاج، وتحطوا البطاطا مقلية، وطبعا شرائح المخلل. انتبهوا على طريقة اللف، وهاي الطريقة أبدا ما بتخلي أي دجاج يطلع أبدا ولا من أي ناحية، وبيضل السندويشة متماسكة وما بتفرفط ولا بتفلت. وحطيتها بالجريل حتى تاخد لون حلو وتتحمر. وبس هاي بعد ما طلعتها من الجريل قسمتها من النص، صراحة بتشهي من الآخر. جربوها وادعولي. وبس هاي كانت صوصتنا لليوم. يا ريت إذا عندكم أي تعليق أو سؤال حطوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. بدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية.